طيب اعمل ايه في الظروف دي؟ علامة استفهام. ده سؤال كتير بيتكرر من الناس اللي بتدور على طرق تعمل منها دخل. في حاجات كتير منهم بتتكلم عن الشغل بالدولار زي الفريلانس والتداول والبرمجة والسفر. الكلام ده انت ممكن تكون محتاج تسمعه فعلا وتحلم وتتشجع وتحاول تنفذه، بس لازم لما تبص البيزنس او اي شغل جديد لازم تبقى عارف الاذر سايد قبل ما تحلم حلم تغيير المسار وان حياتك خلاص هتتعدل وتقبض فلوس كتير وتسيب اي شغل انت بتعرف تأدي فيه وتلجأ للفريلانس او البيزنس الخاص. تعالى اقول لك ايه اللي هتقابله في الرحله دي وازاي تتجنبه. اي شغل بتسمع عنه انه بيجيب فلوس كتير وهيخليك تجيب عربيات وشقق، هو في الحقيقه شغل صعب ومتعب لدرجة كبيرة، لدرجة ان الاغلبية من البشر ما بيقدروش يستحملوا ويكملوا. وانا هنا مش بحطم احلامكم ولا حاجة، بس لو شفتوا الشغل الحقيقي اللي بيجيب فلوس بيتنفذ ازاي هتعرف ان كلامي صح. الفريلانس ممكن يغير حياتكم وغير حياة ناس كتير قبلكم، من حقكم تاخدوا الريسك وتجربوا، بس خلي بالك انه متعب لدرجة كبيرة جدا ومختلفة عن اي وظيفة جربتها قبل كده. وقبل ما تاخد الخطوة دي لازم تكون مدرك صعوبة اللي هتقابله، وتكون مدرك ان نسبة كبيرة من البشر اللي حاولوا قبلك ما قدروش يستحملوا تعب، وان نسبة الناس اللي بتنجح هي اقل بكتير من نسبة الناس اللي بتوقف. كل حاجة بلا استثناء هتبص لها من بره هتشوفها سهلة، واحيانا كمان ممكن تشوفها تافهه. الديزاينر اللي قاعد في اوضته وممدد على الكنبه وبيعمل تصميم بياخد عليه 1000 أو 2000 دولار، انت هتشوف ان دي حاجه سهله. اليوتيوبر اللي بيطلع يهزر او يطبخ او يتكلم عن منتج هتشوفه برضه انه بيعمل حاجه سهله. الشاب اللي وقف قصاد مستثمر وعرض عليه فكرته فخد $1,000,000 ينفذ بيها مشروعه هتشوف برضه ان دي حاجه سهله. قوم بقى اعمل نفس الحاجه بنفسك كده وهتشوف الصدمه الحقيقيه. مش هتلاقي ولا مهمه من دول قابلة للتنفيذ أصلا. هتكتشف كمية عقبات الناس بتقابلها في كل خطوة وكل حركة وكل مشوار، هتخليك واقف مستغرب هم ازاي قدروا يحققوا رغم كل العقبات اللي هم قابلوها دي. فأي مجال تشوفه بيلمع في الفترة اللي احنا فيها دي ممكن يبان سهل، بس من جوه في دنيا تانية خالص، علشان لما تدخل جوه تدخل بتوقعات صح. وهو ده بقى اللي عشانه ذكرت الاذر سايد او الجانب الاخر، وهو انك تقدر تبقى عندك اداره للتوقعات بتاعتك. دخولكم في اي مسار بتوقعات صح ممكن يسهل مهمتك بشكل ما، رغم انها هتفضل برضو مهمه مش سهله.